السلام عليكم. اليوم غادي نعاود لكم القصة ديالي مع واحد الدرية اللي كان بينه وبينها واحد العلاقة اللي قوية بزاف، العلاقة اللي مدتها 8 سنين، وفي الأخير غادي تخوني مع واحد آخر وغادي نصفيها اليوم بجوج. المهم غادي نرجعوا اللور شوية ونبداو القصة من الديبار. دابا غادي نعاود لكم كيفاش بدات العلاقة ديالنا وتطورات بهذا الشكل. هاد الدرية كنت كنقرا معاها في السنة السادسة، وكنت انا اصلا ديما كنمشي معاها حيتاش اصلا ساكنه يعني الدار ديالهم محا ديال الدار ديالنا، يعني جيران. داكشي علاش ديما كنمشي معاها وكنلعب معاها فاش كنت صغير، فاش كنا كنقراو في السنه الاولى. ولكن ما بدات العلاقه ديالنا يعني باش انها تطور وتوصل علاقه حب حتى السنه السادسه. ديك الساعه بلي يعني ولينا كنكبروا شويه، ولينا كنفهموا في الحب وداكشي صافي. من ديك الساعه وحنايا كنتجمعوا، وفاش نجحنا من السنه السادسه طلعنا الاعدادي، تما بدينا كنكبروا. قلت لك راه بدات العلاقه ديالنا كتطور، ومكنا ما كنتفارقوش، يعني ديما مجموعين وديما كنهضروا بالليل، ديما الهضره بالليل، وفي الصباح كنتجمعوا وكنمشيو للمدرسه. وما كنتش كنمل منها حتى هي هكاك، وما كانش كيوقعوا لينا مشاكل حيتاش اصلا ما كنا كنعاشروا حتى واحد. كنا انا وياها اللي كنمشيو للمدرسه وكنرجعوا، وسبحان الله ديما كيلوحونا في نفس القسم. يعني الاعدادي كامله من السنه الاولى حتى السنه الثالثه ديما سبحان الله كيلوحوني معاها في نفس القسم. داكشي علاش فهاد العلاقه تطورات بزاف. وملي وصلنا السنه الثالثه هنا غادي يعني نكتشفوا باللي ولينا كنكبروا وكنفهموا شنو هو الحب وشنو هو بزاف ديال الحوايج. حنا فكرنا ووعدنا راسنا بلي ما خصناش نتفارقوا حتى نتزوجوا. هنايا وعدتها وتا هي وعدتني، وانا عارف بلي هي كتبغيني بزاف وما تقدرش تفرط فيا حتى انايا هكاك. ولكن المشكله ما غادي تجي دابا كما قلت لكم، ويعني العلاقه بدات غاديه مزيان الحمد لله من السنه السادسه تا وصلنا للباك. هنايا ملي وصلنا للباك غادي ندوزو الامتحان ديال الباك. المشكله هي غادي تنجح من الباك وانا غادي نبقى اللور، يعني سقطت فهاد السنه وهي غادي تطلع لافاك. وحنايا كما قلت لك راه وعدنا راسنا بلي ما خصناش نتفارقوا، وانايا براسي قلت ليها راه غادي نتزوج بك، وهذا وعد مني حيتاش عارف راسي انايا بلي راه عيني فيها وما كنبغي حتى وحده، وبغيت نكمل معها حياتي كامله. ولكن المشكله ديال الظروف هي اللي ما غاديش تساعفني، حيتاش هي طلعت وانا سقط. قالت لي الاحلام ديالك راه خصك هذا العام حاول انك تنجح باش يعني تطلع معايا لافاك ونقراو تاني، باش تفاليدي لافاك ديالك وان شاء الله تلقى شي خدمه وباش نتزوجوا ونديروا وليداتنا. قلت لها صافي الله يسخر. في هذا العام تقاتلت بزاف باش انني ننجح في الباك، وهي يعني دابا تفارقنا، دابا ما بقيناش مجموعين حيتاش اصلا كنا هاد السنوات كامله كنا كنقراو في نفس البلايص وكنشوفوا بعضياتنا بزاف. ولكن ملي سقطت كما قلت لكم وهي طلعت لافاك صافي هنايا تفارقنا. هي مشات لواحد البلاصه اخرى كتقرا فيها، وانا باقي في البلاصه فاش كنت كنقرا. وهنايا غادي يبداو المشاكل. هنايا غادي تتعرف مع واحد الشخص هو عنده الفلوس بزاف، وغادي تقرب منها وغيبقى يهضر معها شويه بشويه حتى لاحها في الشبكه، وبقات يعني صافي ولات كتنساني، ولات كتخلي ليا في ما بقاش كتهضر معايا بزاف. كنقول مال هاد الدريه تبدلات عليا. واحد النهار غيجي واحد الدري غيقول لي راه الدريه ديالك راه بانت ليا مع واحد الدري كتهضر معاه، وراه واحد المره لقيتها معاه مريحه معاه في واحد القهوه. انايا ملي سمعت هاد الهضره تشوكيت، ما بقيتش عارف شنو غندير، كيفاش العلاقه اللي مدتها 8 سنين غادي تفشل في واحد النهار وغادي تنسى هادشي كامل اللي دوزناه بسبب ان الدري عنده الفلوس بزاف. ولكن انايا واخا سمعت ديك الهضره من داك الدري انا ما تيقتوش حيتاش كنعرفها مزيان. وايلي زعما دير هادشي؟ قلت ليه ما يمكنش اخويا، هي كتكذب عليا وباغا تفرقنا. قال لي الا ما تيقتينيش شي نهار ملي يريح معاها راه غنصوني ليك وجي للمكان فلاني وفلاني. صافي هكا قلت ليه توافقت معاه. قلت ليه صافي هادشي اللي دير، الا كانت اصلا هاد الدريه كتريح معاه ملي تريح معاه صوني ليا انا غنجي نشوف بعيني. قال لي يا صافي كون هاني، راه انا كنقرا معاه وعارف فين كتمشي وعارف امتى كتريح معاه. صافي واحد النهار دازوا ليام، وواحد النهار هو يصوني ليا داك الدري قال لي واش تقدر تجي، راه الدريه دابا مريحه مع الدري. صيفط ليا ميساجي في واتساب وانا مع شتو وانا في القسم،
يلا ضربات يعني يلا ضربنا 10 دقائق في القسم، انا ما خصنيش نخرج، الا تسنيت ساعه كامله راه يقدر يمشيو صافي. وانا نخرج هجيت الشكاره ديالي، ما شفت لا استاذ لا مدير، يعني ما بقاش كنفكر لا في القرايه لا والو. خرجت ومشيت ديريكت عند داك الدري، مشى معايا وراني ديك الدريه. ملي شفتها تصدمت، يعني ما قدرتش نقرب ليها ولا نقول لها شنو كديري. صافي في العشيه وصلت ديك السبعة العشيه، صيفطت ليها قلت لها شنو داك الشيء اللي درتي، وديجا راه خديت ليها واحد التصويره وصيفطها ليها في واتساب. هنايا غادي تجيني نيشان، غادي تقول لي يا ولد الناس راه ما بقى بيني وبينك والو، نتايا راه ما عندك امل في هاد الدنيا، راه ما عندك حتى حياه، حيتاش ما عندك واحد المجهود باش انك ديرو وتوفر الظروف ونقدر نتزوجوا وتكون الحاله الماديه ديالنا ميسره. وهنايا ملي سمعت هاد الهضره عارفه انها تلاقات مع شي واحد ملعق وطمع عليها عينيها وسد لها عينيها وصافي وغاديه معاها بالنيه، ولكن ما غاديش تعرف باللي كيتسناها شي حاجه اللي ما تقدرش تخيلو. انا ملي سمعت ديك الهضره كيفاش كنقول تاني مع راسي كيفاش تخلات عليا بسبب الفلوس. هنايا غادي نقرر انني نصفيها ليهم بجوج، يعني نقتلهم مره، حيتاش انا ديك الدريه عمات ليا عيني. ما بقيتش كنفكر انا يا صافي. الدراسه كتقول لي الوالده واش كتقرا مزيان، كنقول لها راه الحمد لله هذا العام راه فاليديت الفروض، راه غادي نطلع لافاك ان شاء الله، والمستقبل راه غادي نضمنه. ولكن انايا صافي خرجت من الدراسه وما بقيتش عارف شنو غندير. الهدف الوحيد ديالي انني خصني ننتقم منها وننتقم من داك السيد اللي دار لي هذا المشكل. صافي قلت واحد مريح واحد النهار وكنفكر كيفاش غادي نقتلهم ونصفيها ليهم بجوج. هنايا قلت كيفاش غندير ليها، وبقيت كنفكر ناري راه بيني وبين الله، ولكن واخا كنفكر في نفس الافكار كيجيوني خصني نصفيها ليهم تا الشيطان ولا كيدعمني بزاف وكيجيب لي شي طرق باش انني نقتلهم مره. وصافي واحد النهار قلت شنو غندير، غنهز جنويه وغادي نطعنهم بجوج. واحد المره غاديين في واحد الجرده وهما كيتمشاو ومريحين وانا غير كنشوف فيهم، وتمشيت داك النهار تا كنت غنصفيها ليهم. ولكن قلت لا هادشي اللي كندير راه ماشي شي، راه ما يمكنش، ما خصنيش نقتل روح انايا بسبب الحب. ولكن رجعت تاني للدار وبقاو الايام وكنتفكر الذكريات ديالها اللي دوزت معاها، وفاش كنتفكر انني وعدتني بالزواج هنا كيألمني ضميري. قلت ضروري والله تا غنصفيها لهم واخا يطرى اللي يطرى. هنايا غادي نقرر انني نمشي واحد المره غادي يريحوا في واحد الكافي وغنهز واحد الجنويه شريتها جديده، جنويه اللي ماضيه غادي نمسك بيها غطيح كاو. هزيتها دخلتها تحت الجاكيطه ديالي وانا نمشي للمكان الفلاني. قال لي الدري راه مريحين تاني في نفس القهوه وانا نمشي عندهم. جيت من اللور ضربته هذاك العنقو، طيرت لي عنقو ولا وتا هي هكاك، يعني صافي حطيتهم تما منشورين. وانا نمشي ديريكت عند البوليس سلمت راسي قلت لهم راني قتلت روح والناس بداو كيغوتوا والديا ما متيقينش شنو درت. كيفاش قدرتي انك تقتل جوج ارواح؟ صافي يعني الحياه ديالي تبدلات من واحد الدري كيما قلت لكم اللي داخل سوق روسو لواحد الدري اللي قتل جوج ارواح بسبب الحب. هنايا كيما قلت لكم غادي يديوني ديريكت يديوني ديريكت للسجن وتحكم عليا بالمؤبد بسبب انني قتلت جوج ارواح بواحد الطريقه اللي بشعه بزاف. وملي دخلت الحبس هنايا دابا غادي انبني ضميري وكنفكر وكنقول شنو درت يا ربي، ما عرفت كي غدير ليا تسمح ليا، حيتاش راه واخا هكاك عرفت انها غدراتني، ولكن ماشي من حقي انني ندير ليها هذيك الطريقه. وتا هذاك الدري يعني شنو ذنبه، هو ما عارفش اصلا بلي انها راه يعني بلي ان ديك الدريه راه كانت معايا. يعني درت واحد المشكله اللي ديما كيأنبني ضميري وديما كيكفوا عليا بالليل، ديما كنشوفهم في الاحلام ديالي وكنشوف راسي صافي الحياه ديالي ضاعت، غنضرب المؤبد وما نعاودش لكم. يعني واحد الحياه اللي صافي تسدوا بيا البيبان في واحد البلاصه اللي ما كنتش كنظن اصلا غادي نوصل ليها. المهم سبب الحب راه هادشي اللي وقع ليا. وشكرا بزاف الدراري، هذه راه قصه واقعيه وقعت وعاودتها لكم، وان شاء الله غادي نعاود لكم القصص اخرى. فكنتمنى انكم تدعمونا بواحد اللايك وبواحد الاشتراك، وما تنساوش
ديروا الجرس باش ديما يوصلكم الجديد. وشكرا وتهلاو ليا في راسكم، القصه جديده ان شاء الله.